السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بطاطس مسلوقة محمرة مقرمشة. قبل ما نروح كده على الفيديو كده عايزاكم لايك، اشتراك، تفعيل للقناة. وبتأخر أنا عليكم، معلش عندي ظروف كده في البيت، بتأخر عليكم دلوقتي في نشر الفيديوهات. فيا رب كده ندعم كده القناة كده بأحلى لايك وأحلى تعليق. ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كده تكونوا في الجو ده كده في خير كده. الجو ساقع والجو برد جدا، فانا قلت النهارده اعمل لهم ايه. يعني احنا بنجيب البطاطس الايام دي كتير جدا اللي هي الجديده، بس عيبها في القلي بتبقى يعني تطلع محمره وتطلع مقرمشه وبعد كده تقوم تبقى طريه. فانا عايزاها مقرمشه، عايزه بطاطس مسلوقه مقرمشه. طبعا بنقعها الاول في ميه لانها بيبقى كلها طين، وبعد كده بحط عليها الميه زي ما احنا شايفين كده وهنغليها تستوى. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه عشان تقرمشها، الخطوه اللي هي الاساسيه فيها. الاول كده هنغطيها ونحط لها ايه، نص معلقه ملح، معلقه شاي او نص معلقه كبيره او معلقه شاي ملح حسب الكميه. انا عندي كميه 3 كيلو، فانا ايه عايزه ايه القصه طالباها مني، عايزاها تاكلها ايه مقرمشه. يلا بينا خطوه خطوه هنعملها. طبعا كده بعد ما سلقتها بتبقى شايفين الجمال، تبقى كده هون هنقشرها واحده واحده كده، نقشرها كده هون وهنحطها في المصفى. دي الاكله دي بتبقى جميله وكلنا بنحبها اصلا، مع شويه عدس كده شوربه بتبقى جميله جدا ومغذيه، والاطفال بيحبوا البطاطس المحمره المقرمشه. فيلا بينا هنقشر وهنوريكم. طبعا كده ايه قشرتها كده كلها. طبعا انت الكبيره شويه ممكن تقسميها 2 او تعملها بالطول او تعملها من النص زي حسب راحتك. بعد كده هنحط عليها بقى ايه المكون اللي هيخليها تقرمش. هنجيب معلقه نشا وهنحطه عليها، هي في المصفى، هي انا حطاها في المصفى. طبعا كده معلقه نشا كده وهنرش عليها وهننفضها من المصفى كده. قلبناها كده كلها مع بعض بسم الله ما شاء الله. وهنقوم ايه نقليها شويه كده وهنقليها وهوريها لكم ان شاء الله متحمره كده، بتبقى جميله جدا وبتبقى مقرمشه. سواء انت انا بس حابه النهارده عشان الاسره بتحب البطاطس المسلوقه، انما انت ممكن تخلطها برده عاديه قبل ما تتسلق وتقوم برده تعملي فيها النشا. ولو حابه ان انت تسلقي هتسلقي يعني حسب الراحه اللي انت عايزاها. بس انا النهارده قلت اغير، لا انا قلت النهارده ان انا ايه هسلق البطاطس الصغيره دي. البطاطس كتير في السوق وجديده، فالجديده دي تبقى عيبها نيجي نحطها في المقلايه تطلع محمره وبعد كده تلاقيها نخت. يعني ايه نخت؟ يعني طرت بعد كده من الزيت. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه بطاطس مقرمشه، حتى لو طلعت من المقلايه بتكون القرمشه فيها جميله. طبعا انت طبعا البطاطس كده مش هناكلها مع بعض كده لوحدنا، لا ده انا هعمل جنبها شوربه عدس. في الجو ده الجو فعلا شتاء جدا وبرد، فده اكل الشتاء بيبقى مدفي للمعده وبيدي طاقه للجسم طبعا. وهحمرها وهوريها لكم. طبعا سبت كده البطاطس شويه كده شايفين، ولا معجنه ولا اي حاجه، يعني الواحده بوحدتها. ولما تيجي تحط في المقلايه حط الواحده بوحدتها علشان ما تمسكش ايه ببعض وتعجن منك. طبعا انا عملت كده المقلايه وهنبتدي نقلي البطاطس. طبعا زي ما احنا شايفين الزيت كده هون، وبسيبه يتقدح جدا عشان ما يلزقش فيه البطاطس وهنحطها. طبعا ما تقلبيش على طول، ما تقلبيش لمده 3 دقايق عشان ما تتهريش منك وتلزق منك في المقلايه. هنسيبها كده 3 دقايق بس. طبعا زي ما احنا شايفين كده لون البطاطسيه عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. هي بتغيب معاكي في التحمير شويه غير البطاطس العاديه، بس بتاخدي منها نتيجه كويسه جدا. بطاطس مقرمشه جميله جدا يعني حلوه. هي لونها سخنه بس كده ايه كنت مسكتها لكم بس لسه طالعه من المقلايه، فخلاص كده اوريها لكم. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت معاكم احلى طبق بطاطس مسلوق مقرمش. طريه، اهم حاجه تكون طريه من جوه كده زي ما احنا شايفين ومقرمشه من بره. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ وهي التحمير بيغيب شويه بس بيطلع اللون الذهبي الجميل ده اللي انت بتحبيه واسرتك كلها بتحبه. وبعد طبعا بعد ما بنخلص احنا بحطها هنا في المصفى الاول. ليه بحطها في المصفى؟ عشان لو فيها اي زيوت يعني زياده المصفى على طول بتنزلهم على طول، يعني تبقى ناشفه كده وجميله من غير. ومهما تقعد معاكي هتبقى برده مقرمشه، يعني تبقى بارده سخنه هي مقرمشه. حتى لو قعدت معاكي لتاني يوم برده تاكليها برده مقرمشه، لان معلقه النشا دي هي اللي بتخليها هي الاضافه الجميله اللي بتخلي البطاطسايه مقرمشه جميله. طبعا الاكله دي طبعا مش هناكلها كده، لا انا طبعا لازم اعمل ايه
طبق شوربه عدس زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل على النبي. شوربه العدس طبعا في طريقته موجوده على القناه بتاعتي، فعشان كده انا ما صورتهوش معاكم. زي طبعا البصل الاخضر. طبعا شوربه العدس دي ممكن تعمليه برده فته، بس الفته بنحتاج بنعملها خل بالتومه وبتبقى جميله جدا، وممكن تاكليه كده زي ما احنا شايفين بالاطباق بالمعلقه. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.